للمغرب تاريخ عريق أقدم مما يتصور، فهو يرجع إلى العصور السحيقة، وتعاقبت عليه حضارات الأشوريين، ثم المستيرية العاثرية، ثم الحضارة الإبيروموريزية، فالموريتانيا الطنجية، ثم الحضارة البيزنطية، وصولا بالفتح الإسلامي بالقرن الأول هجري زمن الخلافة الأموية، حيث ضم المغرب وشمال أفريقيا إلى الخلافة الأموية في دمشق. وبعد سقوط الأمويين استقل بالمغرب الأذارسة وتنازعوا النفوذ في شماله مع خلفاء بني أمية في الأندلس. سوف تشاهدون إن شاء الله في هذا الفيديو جميع الحضارات التي مرت بالمغرب قبل التاريخ، ثم إلى الدول التي حكمت المغرب بعد الفتح الإسلامي. العصر الحجري بالمغرب. ثم التعرف على أقدم آثار للإنسان بالمغرب بمقلع طوما بالدار البيضاء، وهي تعود إلى حوالي 1,000,000 سنة، وقد اكتشفت بقايا مماثلة بالعديد من المواقع المغربية المجاورة، كموقع أهل الغلام بسيدي مومن، وهو ما يؤيد وجود الإنسان بالمغرب منذ العصر الحجري الأسفل. وقد وجدت بهذه المواقع عدة أدوات حجرية آشولينية، أغلبها فؤوس بدوية تعرف بذات الوجهين. بيد أن الإنسان لم يبتعد كثيرا عن مصادر المياه في هذه الفترة، حيث تمركزت أغلب المواقع الآشولية التي تم اكتشافها في المناطق التي عرفت بوجوده، حيث عثر على أغلب الأدوات التي تعود لهذا العصر في المصاطب النهرية لوادي مارتيل بتطوان، وفوق بعض هضاب سيدي منصور قرب السعيدية، وكذا عدة آثار بمنطقة السمارة والساقية الحمراء وطنطان، أشهرهم زهرة طنطان. ثم جاء العصر الحجري الأوسط، فبالنظر إلى نذرة المواقع الأثرية التي تعود إلى هذا العصر، فمن الصعب تحديد البدايات الأولى له في المغرب. وحسب أغلبية الباحثين فهذا العصر ينقسم إلى حضارتين: الحضارة المستيرية والحضارة العاثرية. فبالنسبة للحضارة المورستيرية فترجع المعطيات التاريخية المتوفرة إلى ظهور هذه الحضارة بالمغرب حوالي 300,000 سنة قبل الميلاد، وقد وجدت أقدم آثارها بجبل إيغود، وآخر ظهور لهم كان قبل 80,000 سنة في مغارة الغفص بنواحي وجدة. ويرجع اختفاؤهم إلى التغيير المناخي الذي طرأ على المغرب، حيث كان قبل 300,000 سنة أكثر رطوبة وأشد حرارة، وكان الوسط الطبيعي يتميز بوجود غطاء نباتي يغلب عليه الزيتون البري وشجر الخروب. ثم أصبح حوالي 90,000 سنة قبل الحاضر أي قبل الميلاد أكثر كحولة وأشد برودة، خصوصا مع بداية تشكل ما يسمى الصحراء الكبرى. وتميزت هذه الفترة بالتطور الحاصل في الأدوات التي يستعملها الإنسان، خصوصا في شمال إفريقيا. أما الحضارة العاثرية فعلى عكس المستيريون، فقد شغلت هذه الحضارة مساحات جغرافية واسعة بالمغرب، وقد تم العثور على أغلب البقايا العظمية التي تنتسب إلى هذه الحضارة في الواجهة الأطلنطية لوسط المغرب ما بين الرباط وتمارة، في مواقع ككهف دار السلطان، مغارة الموربين، ومغارة الهرهورة. تخصص العاثريون في صيد الغزلان بدليل ما عثر عليه من عظامها المتعددة في المواقع التي خلفوها، وقد مكنتهم صناعة واستعمال الأدوات مثل السهام والرماح من إصابة الهدف من بعيد. وقد عثر أيضا على بقايا لحيوانات ضخمة كالثور البدائي والجاموس والحصان في مواقعهم، وقد ساهم هذا
في قدرتهم على التكيف مع الظروف المناخية الجديدة التي حلت بمنطقتهم وكانت سببا في اندثار الحضارة المستيرية. ثم انتقل المغرب إلى العصر الحجري الأعلى، وتعود بداية هذا العصر بالمغرب إلى حوالي 22 ألف سنة قبل الميلاد، كما تم تسجيل ذلك بموقع كهف الحمام بتفوغالت. وقد عرف المغرب في هذا العصر نموا سكانيا ملحوظا، وقد يشهد على ذلك عدد القبور التي تعود لهذه الفترة، والتي وجدت في بعض المواقع بعضها تضم أكثر من 100 رفات بشري، خصوصا بكهف الحمام بتفوغالت. وقد طغت الحضارة الإيبيرو-موريسية على هذه الفترة، حيث تميزوا بعدة إبداعات في المستوى التنظيمي والفني والثقافي، بيد أن أهم ما يميزهم هو أدواتهم، إذ كانت غاية في التخصص، سواء في تقطيع اللحوم أو الجلود أو معالجتها. كما تمكنوا من معالجة العظام وصنع مخارز وشبه معالق، وكذلك أسنة الرماح انطلاقا من العظام. ثم انتقل المغرب إلى عصر المعادن، ويرجع هذا العصر إلى حوالي 3000 سنة قبل الميلاد. وأهم مميزاته هو استعمال معدني النحاس ثم البرونز، وأهم خصائصه ما يعرف بالحضارة الجيريسية ثم حضارة عصر البرونز. ثم ننتقل إلى الفترة الفينيقية التي عاشها المغرب، وترجع النصوص القديمة توافد الفينيقيين إلى نهاية القرن الثاني عشر ما قبل الميلاد. وقد شكل التوسع الفينيقي في منطقة البحر الأبيض المتوسط حدثا بارزا في تاريخ هذه المنطقة. ومن بين أهم المراجع التي وثقت لولوج الفينيقيين بالمغرب هي الرحلة البحرية إلى سوكلاس، والتي ذونت في القرن الرابع قبل الميلاد. وقد ذكرت هذه الرحلة مدينتين مغربيتين بالاسم، هما ليكسوس الواقعة بالقرب من مدينة العرائش، والثومياتيرا الواقعة على نهر سبو. وتتجلى أهمية ليكسوس كمؤسسة تجارية فينيقية في تردد اسمها في النصوص القديمة والأساطير المقترنة بها، حيث كان يعتقد أن بقربها اختلس هرقل التفاح الذهبي. وإن هذا دل على شيء فإنه يدل على المكانة التجارية التي كانت تحتلها المدينة آنذاك، وكيف أن المغرب كان من ذلك العهد بوابة تجارية له مركز مهم في التجارة المتوسطية. ولم يكن الحضور الفينيقي مقتصرا فقط على الواجهة الأطلسية بالمغرب، فعلى الرغم من أن أهم المواقع المكتشفة حتى الآن كانت في الواجهة الأطلسية، إلا أنه مؤخرا تم اكتشاف مواقع أخرى متوسطية تعود للفينيقيين، كموقع روش أدير بالحسيمة، وموقع قشقوش بمدينة وادلاو. أما مدينة بونتيون والتي تحدد موقعها الرحلة المنسوبة إلى سكولاكس والتي تمر بخليج بين جبلين، فيتفق أغلب الباحثين أنه قصد بها مدينة طنجة. ثم جاءت الفترة البونيقية بالمغرب، وحسب المخطوط المحفوظ في مدينة هايدلبرغ الألمانية والذي يعود إلى القرن التاسع الميلادي، فقد انطلق حانون القرطاجي في حملة لاستكشاف سواحل المغرب الأطلسية. وقد قام على أثر هذه الحملة بتأسيس عدة مراكز فيما وراء نهر ليكسوس، وهي مراكز تومياتيرون وكاركون، تيكوس وكوتي، وأخيرا أرمبوس. وبالاستناد إلى المعطيات الأثرية فيظهر جليا أن المغرب قد عرف ابتداء من القرن السادس مسلسل من التغييرات أفضى إلى إحداث مؤسسات سوسيو اقتصادية جديدة، وبدأت ساكنته تميل نوعا ما إلى الاستقرار والزراعة. فقد بدأت تظهر تجليات سكنية جديدة كإمساء وتنكي وقواس وزليل، وهي كلها أسماء
لهذه التجمعات السكنية. وكانت كل هذه المراكز على الرغم من خصوصيات قد تميز بعضها عن بعض تتقاسم عناصر الثقافة البونيقية. وقد تمكنت هذه المجتمعات من تقنيات تربية الماشية، فالعظام التي وجدت في عديد من المواقع والتي تعود لهذا العصر تشهد بوجود الأغنام والماعز والبقر والخنزير. واستجابة للحاجيات اليومية والثقافية، فقد عرف الإنتاج الخزرفي طفرة نوعية خصوصا مع إدخال المخرطة. وقد تم العثور على آثار هذه المركبات الصناعية بكل من قواس وبناصة وتموسيدا. ثم جاءت الفترة الموريتانية، فأقدم ما ذكر حول الملوك الموريتانيين يعود إلى الحرب البونيقية الثانية حوالي 206 قبل الميلاد، وذلك حين وفر الملك باكا حماية للملك الأمازيغي مسينيسا تتمثل في 4000 فارس. أما تاريخ المملكة الموريتانية فلم تتضح معالمه إلا مع نهاية القرن الثاني قبل الميلاد، وذلك مع الاهتمامات التي أصبحت توليها روما لهذا الجزء من إفريقيا في سنة 25 قبل الميلاد. نصبت روما الملك بوبا الثاني على رأس المملكة، وبعد اغتيال الملك بطريليموس الأمازيغي من طرف الإمبراطور كاليغولا سنة 40 قبل الميلاد، ثم إلحاق المملكة الموريتانية بالإمبراطورية الرومانية. وكانت آخر حضارة قبل الحضارات الإسلامية هي الفترة الرومانية، فبعد إحداث موريتانيا الطنجية قامت روما بإعادة تهيئة لعدة مدن أمازيغية مثل تمودا، طنجة، تموسيدا، زليل، بناصة، وليلي، وشال وغيرها من المدن. كما قامت بإحداث عدة مراكز ذات أهداف عسكرية. وخلال هذه الفترة عرف المغرب انفتاحا تجاريا مهما على حوض البحر الأبيض المتوسط. ففي سنة 285 بعد الميلاد تخلت الإدارة الرومانية على كل المناطق الواقعة جنوب اللكسوس باستثناء سالة وموغادور. مع بداية القرن الخامس الميلادي خرج الرومان من كل مناطق المغرب. ثم جاءت الحضارات الإسلامية بمختلف دولها، فخلافا لأقاليم وبلدان المشرق لم يكن فتح المغرب بالشيء الهين، فقد استغل الأمر نصف قرن من سنة 646 ميلادية إلى سنة 710 ميلادية. باعتناق المغاربة للإسلام ظهرت أول دولة إسلامية بالمغرب، دولة النكور. وكانت إمارة نكور أول إمارة إسلامية مستقلة بالمغرب الأقصى بعد ثورة الأمازيغ على ولاة بني أمية، كما أنها تمذهبت بالمذهب السني خلافا لباقي الإمارات المغربية الأخرى التي كانت على المذهب الصفوي الخارجي. ظهرت إمارة نكور منذ سنة 123 هجرية الموافق لسنة 744 ميلادية على يد صالح بن منصور المعروف بالعبد الصالح الذي نزل بمنطقة تمسمان في الريف. ثم جاءت الدولة البرغواطية، وهي أول مملكة إسلامية مستقلة تنفصل عن الخلافة بالمشرق. وحكم البرغواطيون في بلاد تمسنا الممتدة من مدينة سلا شمالا إلى أسفي جنوبا لأكثر من 3 قرون من سنة 744 إلى 1058. أما الدولة الإدريسية فبدخول شمال المغرب تحت حكم الأدارسة ظهرت بوادر انفصال هذا الإقليم عن الخلافة بالمشرق. عقب عدة محاولات تحققت هذه الرغبة بظهور إمارة في شمال المغرب هي دولة الأدارسة
سنة 788 ميلادية. وقد كان مؤسس هذه الدولة المولاي إدريس بن عبد الله المحض العلوي الهاشمي، الذي حل بالمغرب الأقصى فارا من موقعة فخ قرب مكة سنة 786، واستقر بمدينة وليلي، حيث احتضنته قبيلة أورياء الأمازيغية ودعمته حتى أنشأ دولته. هكذا تمكن من ضم كل من منطقة فزاز ثم تلمسان. واغتيل المولى إدريس الأول بمكيدة ضبرها الخليفة العباسي هارون الرشيد، ونفذت بعطر مسموم. ثم بويع ابنه إدريس الثاني بعد بلوغه سن 12. قام هذا الأخير ببناء مدينة فاس، كما بسط نفوذه على وادي أم الربيع ونواحي فاس بالمغرب. ثم جاءت الدولة المغروية، فتحت قيادة زيري بن عطية سنة 1001 تمكن المغراوة من بسط نفوذهم إلى فاس، ووسعوا دولتهم على حساب بني يفرن. وحين قامت ثورة ضد الأمويين تمكن المنصور الأموي من إخمادها، إلا أن المغراوة تمكنوا من استعادة السيطرة على فاس، وتحت الحكام المتعاقبين من سنة 1001 إلى سنة 1026. وتمكن المغرويون من ترسيخ حكمهم في شمال ووسط المغرب. ثم جاء الدور على الدولة المرابطية، ففي حدود القرن 11 الميلادي ظهر فيما يعرف اليوم بموريتانيا مجموعة من الرحل ينتمون لقبيلتي لمتونة وجدالة. واستطاع عبد الله بن ياسين وهو أحد المصلحين الدينيين أن يوحد هاتين القبيلتين وينضمهما وفق مبادئ دينية، متخذا اسم المرابطين لحركته. وهكذا سعى المرابطون إلى فرض نفسهم كقوة فاعلة، وتمكنوا من إنشاء دولتهم عاصمتها مراكش التي أسسوها سنة 1069 ميلادية. بسط المرابطون بقيادة يوسف بن تاشفين سلطتهم على مجمل المغرب الحالي وبعض جهات الغرب الجزائري والأندلس ابتداء من سنة 1086 ميلادية. وبهذه التوسعات يعتبر يوسف بن تاشفين أول ملك يوحد المغرب الأقصى من الشمال إلى الجنوب، بعد أن قضى على كل الدول التي كانت تتقاسم المغرب منذ القرن الثامن. الدولة الموحدية، هذه الدولة حكمت المغرب في بداية القرن 12 ميلادي. تعظم بالمغرب شأن المصلح الديني والتتر السياسي المهدي بن طومرت، حيث استقر بقرية تنمل بجبال الأطلس الكبير جنوب شرق مراكش، ونظم قبائل مصمودة من حوله بغرض الإطاحة بدولة المرابطين التي اعتبرها زائغة عن العقيدة الصحيحة للإسلام، كما سمى أتباعه بالموحدين. وهكذا استطاع الموحدون بقيادة عبد المؤمن بن علي من السيطرة على المغرب الأقصى كله بحلول سنة 1147 ميلادية، كما تمكن من بسط نفوذه على شمال إفريقيا كلها والأندلس، مؤسسا بذلك أكبر إمبراطورية بغرب المتوسط منذ الإمبراطورية الرومانية. ثم جاءت الدولة المارينية، وينحدر المارينيين من قبيلة زناتة، وهي من أكبر القبائل الأمازيغية. وقبل حكمهم للمغرب كانوا بدوا في شرق المغرب يجوبون ما بين ملوية ومدينة فيجيج، وأحيانا وصلوا حتى بلاد الزاب بأفريقيا. ومعنى كلمة المارينيون هم القبائل التي هلكت ماشيتها، وهم قبائل بدوية كان أول ظهور لهم كمتطوعين في الجيش الموحدي، واستطاعوا تشكيل قوة عسكرية وسياسية مكنتهم من الإطاحة بدولة الموحدين سنة 1269 ميلادية. واستطاع المارينيون في عهد الإخوين أبو بكر بن عبد الحق ما بين 1244 و 1258 ميلادية
ثم أبو يوسف يعقوب والذي حكم ما بين سنة 1258 و 1286 أن يستولوا على العديد من المدن، منها مكناس سنة 1144 ثم فاس سنة 1248. مع حلول سنة 1269 استطاعوا التخلص من آخر الموحدين في مراكش، وبدأوا بعدها في تنظيم جيش قوي حتى يمكنهم من الاحتفاظ بالمناطق التي انتزعوها. خاضوا عدة حروب على أرض الأندلس في عهد أبو يعقوب يوسف ما بين 1286 حتى سنة 1307. توسعوا إلى الجزائر فاستولوا على وهران ومدينة الجزائر، ثم واصل في غزواته حتى بلغ تونس واحتلها على حساب الحفصيين. حكم المارينيون المغرب لمدة قرنين لم يستطيعوا خلالها الحفاظ على الإرث الكبير الذي خلفه الموحدون، مما أجبرهم في نهاية الأمر على توجيه اهتمامهم إلى الحدود الترابية للمغرب الأقصى. ستتميز نهاية حكمهم بانقسام المغرب إلى مملكتين، مملكة فاس ومملكة مراكش، إضافة إلى سقوط مجموعة من المدن في يد المحتل الإيبيري كسبته سنة 1415 والقصر الصغير 1458 وأصيل وطنجة سنة 1471 ثم مدينة المليلية سنة 1497. ومن بعدهم حكم المغرب الوطاسيون، وتنحدر أصولهم أيضا من قبائل زناتة الأمازيغية منذ 1958. وبدأت الدولة المارينية تتهاوى سريعا، حيث تولى الحكم سلاطين ذو نسن الرشد كانوا بلا رأي، وضع هؤلاء تحت وصاية أقربائهم من الوطاسيين، كما قام أصحاب غرناطة بتولي دور الوصية. وكان آخر السلاطين عبد الحق الذي حكم من 1421 إلى 1465، واستطاع أن يتخلص من أقربائه الوطاسيين بعد أن أقام لهم مذبحة كبيرة سنة 1458. لم يدم الأمر على حاله، وقام سكان فاس بثورة على المارينيين، ثم صار أمر المغرب بعده في أيدي الوطاسيين. الوطاسيون من سلالة أمازيغية، وهم وزراء بني مارين، حيث اقتسموا السلطة في المغرب الأقصى، فكان نصيبهم منطقة الريف. استغلوا ضعف الدولة المارينية في أواخر عهدها فاستولوا على السلطة، ودام حكمهم من 1471 إلى 1554، أي أقل من قرن من الزمن. ثم جاء الدور على الدولة السعدية لكي تحكم المغرب، فقد انطلقت حركة الشرفاء السعديين من جنوب المغرب، تحديدا من مناطق درعا، وقد اتخذت شكل مقاومة جهادية ضد المحتل الإيبيري للمدن الساحلية. غير أن السعديين ما فتئوا يتحولون إلى قوة عسكرية وسياسية تمكنت من فرض نفسها في غياب سلطة مركزية قوية قادرة على توحيد البلاد ودرء الاحتلال. وقد ساعد في بروز دولة السعديين سلسلة الانتصارات المتلاحقة التي حققوها، والتي كللت بدخولهم مدينة مراكش سنة 1525 ثم فاس سنة 1554. وقد كان هذا إذانا بقيام حكم الدولة السعدية بالمغرب. لقد كان الانتصار المدوي للسعديين على البرتغال في معركة وادي المخازن، أو ما يسمى بمعركة الملوك الثلاث سنة 1558، بالغ الأثر على المغرب، حيث أعاد للمغرب هيبته في محيطه الجيوستراتيجي، كما مكنه من الاستفادة اقتصاديا، خاصة في علاقته مع إفريقيا. كانت وفاة المنصور الذهبي سنة 1903 إدانا باندحار دولة السعديين بفعل التطاحن على السلطة بين مختلف
أدعية العرش. وأخيرا جاء الدور على الدولة العلوية لكي تحكم المغرب، فالنزاع السياسي الذي خلفه السعديون دام 60 سنة انقسم أثناءها المغرب الأقصى إلى كيانات سياسية جهوية ذات طابع ديني مثل إمارة تزروالت بيسوس. وهكذا ابتداء من سنة 1664 ظهر الشريف المولى الرشيد بتافلالت وانطلق في حملة عسكرية هدفها توحيد البلاد من التشرذم وتأسيس سلطة مركزية قوية. بسط مولى الرشيد سلطته مؤسسا بذلك دولة العلويين، وقد كان على خلفه السلطان مولى اسماعيل دور تثبيت سلطة الدولة الناشئة وفرض هيبتها. استمر عهد السلطان المولى اسماعيل 50 سنة تمكن خلالها من بناء نظام سياسي للدولة، حيث أسس جيشا قويا تحت مسمى جيش عبيد البخاري. تولى السلاطين العلويين على حكم المغرب متحديين أزمات متعددة داخلية وأخرى خارجية، ومن أبرزها فرض الحماية الفرنسية على المغرب سنة 1912. ثم استعاد المغرب سنة 1956 استقلاله معلنا عن ميلاد عهد جديد للمغرب. إلى هنا تنتهي حلقة المغرب من عصر قبل التاريخ إلى العصر الحديث، وترقبونا إن شاء الله في الحلقة المقبلة تحت موضوع المغرب قبيل فرض الحماية. إلى اللقاء.